السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، أنا مشغل مزيكا كوبي رايت فري في الباك جراوند، مش عارف هي طالعة ولا إيه. خليني أتأكد كده. تقريبا حلو الكلام. آه، طيب في الفيديو ده هنبتدي بقى إيه في الكتاب، وزي ما انتوا شايفين نبتدي بشابتر 1. reliability scalability and maintainability احنا اوريدي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات اللي هو كان الانترودكشن او البريفيس. وقلنا في عجالة ان ما معنى reliability، وهي ان السيستم تبقى تقدر تعتمد عليه، تقدر تعمل assumptions تجاه هذا السيستم، ويكون السيستم fault tolerant، يعني يتحمل الأخطاء اللي داخل السيستم. لو مثلا داتابيز وقعت شوية، لو في باك اند تانية وقعت، لو في فرونت اند وقعت، السيستم بيتصرف ازاي في هذه الحالات. واتكلمنا برضو ايه في عجالة يعني ايه سكيلابيليتي، واتكلمنا يعني ايه مينتينابيليتي. سكيلابيليتي يعني هي مدى تحمل السيستم بتاعك للترافيك، large amount of traffic. وهنا تبتدي تتكلم الترافيك هنا يعني ايه. في ناس يقول لك الترافيك هنا يعني عدد الريكوستس بير سكند، او عدد مثلا الريد ريكوستس، او عدد الرايت ريكوستس بير سكند. في كل سيستم ليه التحدي بتاعه. ويعني ايه maintainability، تصمم سيستم with maintainability in mind. وهي ملخصها ان انت تصمم سيستم بحيث ان هو يسرفايف الطوفان. لما الشباب اللي بيعملوا ديفلوبمنت يمشي ويجي شباب غيرهم، هيعرفوا يتأقلموا على الوضع الجديد ولا لا. لما الريكويرمنتس تتغير، لما يجي الراجل صاحب الابلكيشن، البرودكت اونر، ويقول يا اخوانا بقول لكم ايه اللي انتوا عملتوه ده ايه، مش اكتر حاجه حلوه، غير لي يا ابني الفيتشر دي والنبي. ودي حاجه يعني بنسمعها بشكل او باخر من زمايلنا يعني في الفيلد. فالسيستم بتاعك يبقى highly maintainable، اللي هو ايه، تعرف يعني is designed in a way that's abstract enough to handle the current requirements and flexible enough to handle future requirements. تمام. طيب احنا دلوقتي ايه عايزين نقرا او نتكلم عن هذا الشابتر. طبعا مش هنقرا ايه سطر سطر. انا برضو مش يعني انا محضر حاجات اوريدي، كتبت حاجات داون، بس برضو ايه ما عنديش فكرة كونكريت الوضع هيمشي ازاي. بس يعني اللي على بالي دلوقتي ان احنا ايه يعني هناخد باراجراف باراجراف كده مثلا ايه. انا هدي يعني ثواني نقراه. طبعا فيل فري ان انت تعمل بوز للفيديو، وفي نفس الوقت انا اوريدي يعني قريت هذا الشابتر، فهيبقى عندي فكرة يعني ان احنا ايه حاجة زي ما تقول نلخصها يعني. واتمنى ان ايه الفيديو ما يكترش عن 40 دقيقة يعني، ما نشوف. طيب بيقول لك مثلا بيبتدي بكود. برضو عامة الراجل ألان كي ده ايه يعني معمول له كودز كتيرة في الكتاب ده. وشفت له انترفيو، راجل راجل جامد جدا يا جدعان. راجل جامد جدا، عمل contributions رهيبة في مجال الكمبيوتر ساينس. ف I highly recommended. بيقول لك ايه the internet was done so well that most people think of it as a natural resource like the Pacific Ocean، فاهم، كأنه مية كده ولا شمس، rather than something that was man-made. When was the last time a technology with a scale like that was so error free؟ ده حقيقي جدا يعني. بص النت هو بيتلخص ما عبارة عن باكيتس HTTP باكيتس، طبعا مبنية على حاجات كتير جدا رايحة جاية في النتورك بشكل يعني الترافيك فيه عالية بشكل مرعب. كل الناس اللي في الكوكب يعتبر يعني بيستخدموا الإنترنت في كل ثانية. ب... ومع ذلك نادر جدا لما تسمع إن في ايرور في الإنترنت، فاهم. ف... فهو زي ما تقول الإنترنت هو سيستم كبير طبعا governed أو بيتحكم بقوانينه. قوانين اللي هي ايه النتورك لاير يعني. ودي طبعا بره السكوب، بس هم ايه يعني 7 layers. من ضمنهم ال الابلكيشن لاير. والابلكيشن لاير هي يعتبر الايه يعني ابلكيشن. دايما الناس تقول على ابلكيشن اب، صح.
ودايما اي اب لازم يبقى فيه ايه اي بي اي. فالاي بي اي مثلا بتاعه الانترنت هي ال HTTP. فما هي دي الايه اللغه السيرفيسز بيشوفوها، والنت من وراها بيشتغل من خلالها. طيب وقلنا المره اللي فاتت ان ال HTTP ده هو stateless protocol، يعني زي ما تقول fire and forget، ابعت وانسى. فبيبدأ هنا الراجل الجميل بيقول لك many applications، طبعا بنتكلم هنا in the scope of the back end many applications are data intensive rather than compute intensive. compute intensive ده طبعا اللي هي الابلكيشن اللي عايزه ايه تكمبيوت، تعمل عمليات حسابيه معقده جدا بشكل سريع جدا، زي مثلا ايه فيديو بروسيسنج، او مثلا اي اي تولز، يعني عالم تشات جي بي تي والكلام ده. ليه بيقول لك هو دايما غالي جدا؟ عشان هو كومبيوت انتنسيف، فاهم؟ بيبلوك الهاردوير وبيقعد كتير يعمل تريننج مثلا للموديل. فيقول لك raw CPU power is rarely a limiting factor for these applications، للداتا انتنسيف applications. بس المشاكل الحقيقيه بتاعت الداتا انتنسيف applications هي بتتلخص في حجم الداتا، تعقيد الداتا، سرعه تغيير الداتا. تمام. واحنا دايما بنقول على ابلكيشن هو داتا انتنسيف ابلكيشن لو مشكلته الاساسيه في قلبه هي مشكله داتا. انستجرام داتا انتنسيف ابلكيشن، فيسبوك داتا انتنسيف ابلكيشن، معظم الابلكيشن داتا انتنسيف ابلكيشنز، عشان الداتا هي اللي بتحركه. من غير يوزرز على الفيسبوك ولا على انستجرام مفيش ابلكيشن، من غير يوزرز على يوتيوب مفيش ابلكيشن، من غير يوزرز على نتفليكس مفيش ابلكيشن. وهتلاقي برضو الابلكيشنز اللي احنا بنطورها يعني في الدي تو داي برضو هي داتا انتنسيف. يعني نادر جدا لما تلاقي حد بيشتغل مثلا على فيديو بروسيسنج ابلكيشن، فاهم؟ آه بس فبيقول لك بقى data intensive application is typically built from standard building blocks. الداتا انتنسيف هو ليه طبعا ايه مكونات اساسيه. هو معظم الابلكيشنز اللي بتبقى داتا انتنسيف لازم بيحتاج ان هو يخزن الداتا في داتابيز علشان هو نفسه يستخدمها كابلكيشن او ابلكيشن تاني يستخدمها. تمام. لازم يفتكر نتيجة نتيجة اوبريشن اتعملت على الداتا. يعني مثلا تخيل مثلا انت بتعمل ايه، يعني جاي لك ريكوست، الريكوست ده عايزك تعمل مثلا ايه 7 تيبل جوينز، في 7 تيبلز عندك في الريليشنال داتابيز. فبتعمل جوينز عشان تطلع النتيجه. انت تخيل بقى كل مره يجي لك هذا النوع من الريكوست لازم تروح تعمل بقى 7 جوينز بتعقيداتهم بقى بحساباتهم بالترانسفورميشنز؟ لا. فيقول لك هنا بقى يا باشا انت ايه اعمل كاشنج. لو العمليه اكسبنسيف اعمل لها كاشنج. وايه اللي يحدد هي اكسبنسيف ولا ان اكسبنسيف؟ ماتريكس بقى. يعني تراقب الابلكيشن بتاعك وتعرف مثلا والله هو لما بيعدي 3 ثواني لا هنا هنقدر نقول هو اكسبنسيف، لو اقل من 3 ثواني هنقدر نقول ان هو ايه شيب، ونقدر نعملها اون ذا فلاي كل مره، مش محتاجين نعملها كاشنج. هنا بيخش بقى حته اللي هي ايه المونيتورنج يعني. وتالت نقطه هي ان هو يسمح لليوزرز ان هم يعملوا سيرش او فلترنج، وان هو يقدر يعمل ستريم بروسيسنج. يعني هو هنا طبعا اكنه بيعرف الستريم بروسيسنج هي ان انت لما تبعت مسج تو انذر بروسيس تو بي هاندلد اسynchronously. طبعا ده يعني تعريف يعني مش غلط، بس برضو تعريف مهم جدا. الستريم بروسيسنج هو البروسيسنج اون ذا فلاي، عكس الباتش بروسيسنج. باتش بروسيسنج اللي تحتيها على طول يروح مستني شويه كده لغايه ما شويه داتا يجوله ويروح هوب يعني عامل العمليه اللي عايز يعملها عليهم كلهم مره واحده. فيقول لك هنا مثلا ايه، في حاجه معروفه مثلا في الداتابيز يقول لك باتش بيرسيستنج، اللي هو ان انت يجي لك عدد معين من الداتا وتروح مره واحده عامل لها ايه سيف في الداتابيز، على عكس ستريم بروسيسنج هي ايه اون ذا فلاي، فيرست كام فيرست سيرف. بس يقول لك هنا طبعا ايه يعني الحمد لله ان احنا عندنا داتابيز ستورج انجنز، علشان ايه معظم الناس اللي شغاله في السوفت وير مش هيحبوا اطلاقا ان هم يكتبوا داتابيز فروم سكراتش، وده طبعا يعني الرمز الحقيقي يعني. تمام. يقول لك طبعا احنا عندنا في الفيلد different database systems، وكل database system عنده الخصائص بتاعته. تمام. والخصائص دي هي فريدة لهذا النوع من الداتابيس اللي احنا هنتكلم عليه. طب ده حلو ولا وحش؟ لا ده حلو جدا. يعني زي ما تقول ايه لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.
يعني في فانت عندك سلع مختلفة او احتياجات مختلفة، وكل احتياج وليه او كل ذوق وليه السلعة اللي بتلبيه. وده يعني the more the merrier، شيء عظيم يعني. بس فعندك بقى اللي هو different caching systems، عندك different search index systems، different storage systems. وكل بقى التولز دي اكنك معاك مفك كده ايه وصامولة، فاهم، ومش عارف ومنشار وشاكوش وسلم ومش عارف ايه، اكنك بتلعب اللعبة بالظبط، وبتبتدي تخش كل أوضة تخشها يعني ايه. وتبقى عايز تهرب منها، مثلا لو احنا بنهرب من اوض مختلفة، كل اوضة تهرب منها وليها التولز او الوسائل بتاعتها اللي تساعدك على الهروب. لو انت في اوضه ما فيهاش شبابيك، فمش مثلا فاهم، مش هتحتاج مثلا تستخدم مثلا يعني، والله ما اعرفش، سلم مثلا. ونفس الكلام برضو في السوفت وير، في تولز بالهبل. والفكره بقى ايه، فكره الكتاب اساسا ان احنا نفهم كل او كتير من التولز دي بشكل فيه عمق، بحيث ان احنا نعرف نريزون نارجيو. بس فهو هنا بيقول لك هذا الكلام. واحنا بقى نبتدي في الشابتر ده ايه، نكسبلور كونسبتس مهمه جدا لاي داتا سيستم في التاريخ. مش تولز بقى، هنا مش هناخد تولز في الشابتر ده، هناخد كونسبتس اللي هي الريلايبيليتي والسكالابيلتي والمينتينابيلتي اللي قلناها، ونبتدي نشرح ايه هذا الكلام بكلام نظري وطبعا عملي، يعني نظري وعملي في نفس الوقت. وده حاجه مميزه جدا في الكتاب ده. تمام. احنا دلوقتي ايه 10 دقايق ما شاء الله. تمام. they have different access patterns which need different. طبعا يقول لك كل سيستم وليه different performance characteristics بتاعته وخصائصه المختلفة. وبيقول لك بقى مع التقدم احنا يعني ال different systems بقت تعمل اكتر من حاجة. يعني كان زمان يقول لك مثلا ايه، والله ريدس ده مثلا هنا، فاهم، ريدس ده كاشنج سيستم، لا بقى عنده داتا ستور، فاهم يعني ما شاء الله. وبقى عنده مسج كيوز ريدس، يعني فاهم يعني اللي هو زي ما تقول له الله يرحم، فاهم. وما شاء الله كافكا اللي هو يعتبر ان هو مسج كيو، مسج باص بيجي له حاجه ومش وبعديها يروح موديها الناحيه التانيه، بيمبلمنت او بيساعد على الامبلمنتيشن الببلشنج البوب سب باترن، ببلشنج سبسكرايبنج باترن. بس فبيقول لك بقى مع الوقت الباوندريز الحدود ما بين هذه التولز بقت بلرد، ما بقتش تشوفها، كله ايه يعمل حاجات كتير يا باشا، فعشان ايه لازم يكوب مع السرعه التغير الهائله في الفيلد، فبقى يقدم خدمات ما كانش بيقدمها يعني. تمام. مظبوط. مهم. تمام. بس فبيقول لك بقى هنا وظيفة الابليكيشن كود الأساسية يعني آم، ان هي ايه، اكنها اوركستريتور، اكنها المايسترو. انت لما بتروح عند مايسترو تتفرج كده مثلا ايه المايسترو بيعمل ايه، تحسه ما بيعملش حاجه، فاهم، واقف كده هو ستيتلess، تحسه ايه ولا ليه شخصيه وما بيورناش وشه، فاهم، يعني ما تعرفش هو عامل ايه كويس ولا مش كويس، ما عندكش فكره. بس من غيره كل العازفين دول ما يبقاش ليهم لازمه. وكذلك الابلكيشن كود، الابلكيشن كود هو اللي بينظم، بيبقى قاعد كده هو ستيتلess، يعني يعتبر لوحده كده ستيتلess، بس بيقول لي ده يلا داتابيز انت دلوقتي تشتغل، يلا يا كاشنج انت تشتغل. طب الداتابيز والكاشنج لازم يعزفوا مع بعض، فهو بيعمل هذا النظام يعني، وهو ده اللي مشروح في ايه، في هذا الفيجر يعني. تمام. بس وطبعا وظيفته الأساسية أو من وظائفه الأساسية يعني إن هو يقدم API Application Programming Interface. يعني ما حدش بيقول كده خالص، كله بيقول API طبعا. وهي يعني API دي موجودة طبعا في حياتنا في شكل يعني متأصل في الحياة. من غير اي بي اي اساسا احنا كبني ادمين، سيبك بقى من السوفت وير بقى، ما نعرفش نفانكشن. يعني كلامنا اللغة نفسها هي اي بي اي. انا ممكن اقول لك كلام تفهمه بطريقة، بس جوايا الامبلمنتيشن بتاعه مختلف، بس انت كل اللي تعرف تشوفه وتتعامل معاه هو الاي بي اي. وكذلك برضو في السوفت وير. تمام.
طبعا يعني اتمنى يعني انتوا تكونوا بتعملوا بوز وبتقروا ده، علشان انا طبعا مش هينفع اقرا كل سطر. انا هحاول ادي الفكره بتاعت القصه ونمشيها كده اكنها ايه في حكايه يعني. تمام. آه، بس وطبعا انت ايه وانت بتطور الابلكيشن بتاعك، فانت على طول بتفكر في داتا. طب والله انا احطها في سيكوال ولا نو سيكوال؟ طب والله لما يجي لي الريكوست ده، هو انا هحسبها اون ذا فلاي ولا اخليها ماتيريالايزد فيو يعني اوريدي بري كومبيوتد؟ طب والله طب يعني انا احطها مثلا ولا اعمل مثلا مايكرو سيرفيس اركتكتشر، احط مثلا يعني يبقى في سيستم مثلا مسؤول عن الاوردرز، لو انت بتعمل مثلا فاهم حاجه زي طلبات، مسؤول عن الاوردرز وسيستم مسؤول عن البيمنت، ولا اخليهم الاثنين في واحد؟ بص كميه اسئله غير طبيعيه برضو ليها علاقه بداتا وتنظيم داتا. فهو هنا بيقول لك انت دلوقتي ما بقتش ابلكيشن ديفلوبر بات اولسو ا داتا سيستم انجينير. فاهم؟ وهي دي نوعيه الاسئله اللي ايه اللي محتاج تسال نفسك فيها. آه، تمام. وبيقول لك بقى في فاكتورز طبعا بتأثر على الديزاين بتاع السيستم، الأسئلة اللي احنا لسه سألينها. الفاكتورز دي هو لخصها في ثلاثة، هي الريلايابيليتي والسكيلابيلتي والمينتينابيلتي. وده اللي احنا هنشغل نفسنا بيه في هذا الفيديو العظيم اللي بقى ما شاء الله 16 دقيقة. وبرضو بيدي ملخص عظيم جدا ان السيستم should continue to work correctly even in the face of adversity. adversity يعني الصعاب، يعني لما الموجة تعلى السيستم شغال زي المركب بالظبط. يعني المركب لو متصممة بهاي ريلايبيليتي يا باشا، الموج يعلى يا باشا، رايح يمين رايح شمال، خفر السواحل يكلموك، انت قبطان واقف زي الملك. انت عشان عامل حساب هذا الكلام، لما الموج يعلى والله هرفع الشراع ايه في الشمال الجنوبي يعني. فاهم؟ وعندك طبعا ايه scalability in as the system grows، لما السيستم يكبر. طبعا هي الحته دي هنتكلم عليها بعدين بالتفاصيل، حته جميله جدا. لما السيستم يكبر سواء في حجم الداتا او الترافيك فوليوم عدد اليوزرز او التعقيد، ان انت اوريدي بتimplement فيتشرز معقده، لازم يكون في reasonable ways of dealing with that growth. تمام. وبس. والمينتينابيلتي زي ما قلنا ان انت ايه ان الشباب الجديد اللي هيجي لازم يعرف ايه، لازم يعرف يشتغل على السيستم ويبقى productive. وبرضو يبقى السيستم بيوفر اوبريشنال فلكسبيليتي. اوبريشن فلكس يعني يعني اول لما الواحد بسمع كلمه اوبريشن على طول بفكر في ديف اوبس، ديفلوبمنت اند اوبريشن. شغلانه من ضمن مسؤولياتها ان هي تمونيتور السيستم، تحط زي ما تقول كده ايه اعلام. تمام. او يعني حاجه ما اعرفش زي تشيك بوينتس كده، بتقيس من خلالها اسبكتس عن السيستم، يعني هو هيلثي قد ايه، بيقع امتى، عدد الريكوست اللي بتجيله، واشياء من هذا القبيل. تمام. بيقول لك بقى الكلمات دي ايه بتتقال يا باشا، ايه فاهم في الفيلد ايه اللي رايح واللي جاي، يقول لك يا باشا ريلايبيليتي، بس ما حدش فاهم ما هذا الكلام. فبيقول لك احنا هنا بقى ايه هنفرد بقى الكلام ده، فاهم يعني؟ برضو ايه كلام جميل طبعا. وبيقول لك هنعمل ايه بقى، هنبص على various techniques واركتكتشرز والجوريزمز علشان نحقق هذه الاهداف. فبيقول لك واحنا مش نظري بس، لا احنا هنديك يعني امثله عمليه من الواقع، من خلالها بنشرح او بنعيب على عدم تحقيق هذه الكونسبتس في سيستم. فبيبقى حلو قوي انت تشوف ايه الابيض الناس اللي حققتها، والاسود الناس اللي ما نجحتش حققتها، وعانوا ازاي. بس بيقول لك بقى ايه كل الناس عندهم intuitive idea، فكره كده عن ايه يعني ايه سيستم ريلايبل. ف يعني الابلكيشن بيبرفورم الفانكشن اللي اليوزر متوقعها طبعا، وبيستحمل اخطاء اليوزر، عنده ايرور هاندلنج محترم. والperformance good enough for the required use case under the expected load and volume. طبعا يعني هو عنده already توقعات حجم اللود والفوليوم هيبقى عامل ازاي، وبيبني السيستم على هذا الاساس. وطبعا بيبريفنت مثلا unauthorized access، يعني برضو يعني هو tolerant يعني fault tolerant، بس برضو عنده ايه بيسموها invariance. يا باشا في invariance، في يعني ايه principles كده هتتحقق في كل الاوقات. ده مثلا منه.
بس فهنا بيقول لك بقى ايه، ده يعتبر كأنه reliability. واحنا هنا بنسمي يعني كلمة تانية ممكن تقدر تقولها ان هو system fault tolerant او resilient. fault tolerant، fault يعني خطأ، tolerant يعني مسامح، بيسامح بعض من الأخطاء. بس طبعا بيقول لك انا مش هيقدر يسامح كل الغلط، علشان مثلا لو ايه كوكب الارض كله اتبلع في بلاك هول، فمفيش اي سيرفر في تاريخ البشريه هيقدر يتولريت يعني الغلط ده. بس وانا بيفرق بقى ما بين الفولت والفيلير. بيقول لك الفيلير ده ان هو يعني حاجه فاهم السيستم كله بيقع، والفولت ده هي نود لكن سيرفر في السيستم كله بس هو اللي بيقع. ده اللي احنا عايزين نتولريت، الفولت يعني كمبيوتر واحد هو اللي يقع، بس السيستم كله يقع لا يا باشا، ده ايه ده اللي احنا بنحاول نمنعه اساسا. وبيقول لك يعني شركات زي نتفليكس علشان تختبر قد ايه السيستم بتاعها فولت تولرنت، عملت سيستم بيختبر ده اسمه كياس مونكي. كياس مونكي ده كل وظيفته ان هو بيخش على السيستم بيوقعه، بيوقع حاجات منه يعني، وبيشوف السيستم هيتصرف ازاي. لو الدنيا باظت خالص، انت عارف نتفليكس طبعا سيستم عملاق فاهم بلا لا نهايه يعني، فهو يروح واخد داخل كده تك 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 ويشوف السيستم هيتصرف ازاي. لو اتصرف بشكل مناسب يبقى احنا كده زي الفل، لو ابتدى يخرف لا يا باشا احنا كده ايه. فهو نوع من انواع يعني ممكن تسميها ايه بقى، يعني ممكن تسميها security testing مثلا او حاجه. تمام. بس وبيقول لك بقى طبعا في حاجه اسمها هاردوير فولتس. يعني احنا كل او معظم اللي احنا اتكلمنا عليه حاليا هو سوفت وير فولتس، بس برضه في هاردوير فولتس. يعني انت عندك السيستم بتاعك ده في الاول وفي الاخر بيشتغل على الهاردوير. اي نعم احنا سوفت وير انجينيرز، بس برضه كان ناس مثلا شغاله في الديف اوبس لازم ياخدوا بالهم من حته الهاردوير فولتس. ليه؟ علشان بيقول لك ان الهارد ديسكس، وده اللي مش احنا اللي بنقوله، لا ده الكلاود بروفايدرز اللي بيقولوه زي اي دبليو اس وايجر. بيقول لك احنا الهارد ديسكس اللي عندنا نضمن لك ان هي هتفضل شغاله من 10 ل 50 سنه بس. ده الرينج يعني، ممكن فاهم بعد 10 سنين بالظبط الهاردوير يقع خلاص، سوري الهارد ديسك يقع يبوظ، الداتا عليه كلها تتحرق مع السلامه فاهم مصيبه كارثه. فانت لو عندك مثلا كلاستر السيستم بتاعك شغال على 10000 هارد ديسك، فده معناه ان كل يوم في ديسك هيقع. تمام. طبعا دي مصيبه سودة. فانت لو كانفراستراكشر بقى انجينير الراجل ديف اوبس لازم تاخد ده في الحسبان، وبيبقى عندك زي ما تقول ايه داتا ريدندنسي، او اوريدي الكلاود بروفايدر هي اللي بتدي لك ده اصلا يعني اوت اوف ذا بوكس، بحيث ان لو في ايه هاردوير وقع التاني يا باشا يجي على طول يحل مكانه. فانت ايه كسيستم انت ما زي الفل، انت ما خدش بالك اساسا ان في اي حاجه حصلت، وهو بقى بيهايند ذا سينز هيجيب بقى ايه اللي وقع ده، الهارد اللي باظ ده ايه، هيروح جاي شخص فاهم زينا كده يروح شايل الهارد ده من الكيسه ورميه فاهم، ومركب هارد جديد. و اي دبليو اس بقى اول ما تعرف ان الهارد الجديد ده تركب تروح عامله كوبي بيست للداتا بتاعتك على الهارد ديسك الجديد، ويرجع تاني عندك اتنين هارد ديسك، واحد شغال والتاني احتياطي عليهم الداتا بتاعتك. فده بيسموه ايه داتا ريدندنسي، او يعني هاردوير ريدندنسي، ان انت تعمل ريبليكيشن او دوبليكيشن. تمام هي دي. تمام. هنا بقى ايه يعني كلام طبعا جميل جدا. تمام. وانت طبعا لما تديزاين السيستم ان هو فولت تولرنت خلاص فاهم، وجبت زي ما تقول ايه الكيس مونكي بتاعك وامتحن والدنيا زي الفل، تقدر بقى كانفراستراكشر انجينير تعمل حاجه اسمها رولينج ابجريد للسيستم. انت خلاص ما انت واثق ان هو فولت تورنت، فتبتدي وانت بتعمل بقى ابجريد للسيستم، بتعلي فيرجن مثلا من داتابيز، بتعمل مثلا اي بي اي ايفوليوشن، بتعمل مش عارف ايه قصه كده، يعني بتطور السيستم. تقدر تطوره واحد على حده، يعني تجيب واحد منهم توقعه وتعمل له ابجريد وتطلعه تاني. ما انت السيستم بتاعك فولت تورنت، فهو يستحمل ان في نود تكون بيزي يعني او واقعة. بس والنوع التاني بقى من الايرورز هو السوفت وير ايرورز.
وهو بيقول لك ان السوفت وير ايرورز ده يعني اصعب بكتير من الهاردوير ايرورز harder to anticipate because they are correlated across nodes. يعني ممكن سوفت وير ايرور تحصل علشان انتر اكشن او يعني في فاهم بروتوكول معين بيحصل اكروس 3 او 4 مثلا باك اندز، فانت ما تقدرش تقول بالظبط هي البج حصلت في انهي واحد فيهم يعني. فاهم؟ ده طبعا مشكلة طبعا. وبيقول لك مثلا الامثله بتاعت حاجه زي كده، ان مثلا في 2012 في اخر 6 كان في بجايه في اللينكس كيرنل، فاهم، في قلب لينكس. كان في بجايه ليها علاقه بالتواريخ. انت عارف علشان ايه؟ بيقول لك ليب سكند، يعني بتحصل كل سنتين او كل 4 سنين حاجه كده. يعني التاريخ ده ما بيبقاش موجود او حاجه كده، مش عارف بالظبط التفاصيل، بس حاجه يعني ما كانوش مبرمجين الديت بالظبط بشكل صحيح في اللينكس كيرنر. فلما ده حصل الويندوز نفسه، فاهم، يعني الاوبريتنج سيستم نفسه وقع. وده سبب وقوع في ابلكيشنز كتيره جدا اللي بيستخدموا هذه الفيرجن يعني من اللينكس يعني. بس وعندك بقى ايه ران اواي بروسيس. يعني ران اواي بروسيس دي هي بروسيس او ابلكيشن بيستخدم شيرد ريسورس، عمال يابيوز شيرد ريسورس لايك ميموري. فاهم؟ يعني سيستم عمال ايه عنده مثلا ميموري ليك، فاهم، فعمال داخل على الميموري بقى، فاهم، فرش نفسه خالص وانت ما بتستخدمش اساسا يعني اللي هو بيحطه في الميموري ده. فهو كده ايه، الميموري بقت بلوكت خلاص، مصيبه سودا. فاهم؟ ده اسمه ران اواي بروسيس. تمام. وطبعا ايه عندك كاسكيدنج فيليرز، دي اللي بيسموها دومينو افكت. يعني لما مثلا حاجه تحصل بجايه بتحصل في سيستم، بتاثر على السيستم اللي بعده بتوقعها، وتاثر على اللي بعده بيوقعها، دومينو، فاهم، تك تك تك. فبرضه ما بتقدرش سهل تديتكت هذه البج. بس وهنا بقى طبعا دي يعني مقولة هي ايه تبان، فاهم، ايه اللي حصل ده، تبان عامة جنرال جدا، بس في قلبها في الجون عشان بيحصل الموضوع ده. بيقول لك the bugs that cause these kind of software faults often lie dormant for a long time until they are triggered by an unusual set of circumstances. In those circumstances, it's revealed that the software is making some kind of assumption about its environment, and while that assumption is usually true, it eventually stops being true for some reason. تمام. ده اللي هو ايه، انت عندك بجايه اوريدي في السيستم وانت ما عندكش فكره ان هي موجوده، بس بيحصل بقى ايه ظروف خارجيه كده غير متوقعه، زي اللي هو فاهم جون 30 ده بتاعت اللينكس. فدي تصحى فتروح مبوظه الدنيا كلها في الانفايرمنت اللي هي فيها. يعني ممكن البجايه تحصل مثلا في التست انفايرمنت او البرودكشن انفايرمنت، بس ما تحصلش في الديف انفايرمنت. ليه؟ علشان في كونفيجريشن معين، فاهم، في حته بعيده، فاهم، في السيستم. هي دي اللي بتساعد ان البجايه تبقى تريجرد. فدي بتبقى مصيبه سوداء، دي بتبقى بجايه مميته مميته. وفي معظم الاحيان حلها ما بيبقاش ان انت تحل البجايه، لا، يعني ان انت ايه، فاهم، يعني زي ما تقول ايه بالحظ كده انت بتعمل مثلا في النكست ريليز هي بتتحل لوحدها، علشان اللي هي الحاجه الغريبه اللي في الانفايرمنت العجيبه دي اتحلت لوحدها. فانت ما بتبقاش عارف اساسا اصل البجايه ايه، فبتفضل لسه موجوده. ف تمام. بيقول لك بقى there is no quick solution to the problem of systematic faults in software. بيقول لك بقى حاجات تساعد بقى، فاهم، يعني فاهم اللي هو ايه، تعمل تيستات كويسه والله، يعني ايه بروسيس ايزوليشن، فاهم، اللي هو كده كده اي سيستم بيران على لينكس فهو ايزوليتد. كراش اند ريستارت، يعني فاهم، موضوع ان يا جدعان لما مثلا الكمبيوتر بتاعنا يحصل له بلو سكرين، فاهم، وتعمل ريستارت للسيستم، دي حاجه عظيمه يعني. دي فولت توليرانت بيهيفير عظيم، ان انت تعمل ريستارت وتبدا من سكراتش والداتا ما تتمسحش من على الديسك ومش عارف ايه، والدنيا ترجع شغاله تاني. دي حاجه عظيمه جدا يعني. بس وهنا بقى بيقول لك طبعا هيومن ايرورز، اللي هو ايه الشباب بقى يعني فاهم طبعا ايه الشباب يعني اللي شغالين على السيستم، طبعا ايه ممكن يبهدلوا الدنيا سواء بقرارات غلط او implementations هم مش فاهمينه يعني.
بيقول لك الهاردوير فولتس لو بتلعب من 10 ل 25% فالهيومن بيلعب الباقي. فبس فبيديك بقى نصايح ايه تعملها علشان تعالج هذا الكلام. فبيقول لك اعمل ديزاين للسيستم بتاعك in a way that minimizes opportunities for error. well designed abstractions طبعا، وانت بتعمل ديزاين للسيستم بتاعك ان الابستراكشنز تبقى حلوه يا جدعان. ده فن، حرفيا فن، ودي بتاخد سنين علشان الواحد يبتدي ايه وهو بيعمل ديزاين يبقى اوريدي شايف المستقبل، سواء في الاي بي ايز او سواء في الكور في قلب بقى الابلكيشن. تمام. وان انت يعني تعمل ديكابلنج طبعا، سواء في الابلكيشن نفسه كونسبت الكابلنج والديكابلنج، او سواء في الانفايرمنتس ان انت يبقى عندك البرود والتست والديف انفايرمنت، او بقى اسمها معرفش فيتشر انفايرمنت. دي كلها ايزوليتد تماما، ملهاش اي علاقه ببعض، علشان لو الشباب عايز يلعب في الفيتشر او الديف انفايرمنت وملوش دعوه ببقيه الانفايرمنت. عشان ايه؟ ف... بس. وطبعا نعمل تيست بقى، يونت تيست طبعا، والحاجات ايه طبعا يعني حاجات حبيبه الكل دي. وان انت يبقى عندك كويك اند ايزي ريكفري، تقدر تعمل رول باك، فاهم؟ ترجع مثلا لفيرجن غريبه، لفيرجن قديمه، ورول اوت نيو كود جراديولي، تعمل ديبلويمنت او رول اوت للنكست ريليز واحده واحده. ده طبعا برضو ايه شغلانه الديفوبس. ويبقى عندك تليمتري تولز، تليمتري اللي هي مونيتورنج من الاخر، مونيتورنج تولز برضه قصه كبيره طبعا، مش محتاجين نخش في تفاصيل دلوقتي خالص. وامبلمنت جود مانجمنت براكتسز، يعني انت من الاخر يبقى التيم بتاعك اصلا كويس، فاهم؟ تعرفوا تتكلموا مع بعض، والكوميونيكيشن ده بيفرق جدا يا جدعان طبعا. بس. وبيقول لك بقى في الاخر how important is reliability. طب ما يا صاحب الصحاب انت كل ده عمال تقول لنا نقط على reliability، فاكيد مهمه جدا. reliability is not just for nuclear power stations and air traffic control software. more mundane applications زي مثلا to do list بتاعتك are also expected to work reliably. bugs in business application cause lost productivity. تبقى انت شغال يا باشا وحرق دمك، ويا رب نعملها زي وتخش على ستاك اوفر فلو وتحرق التي اس ال، وبعدين يبقى كل ده يترمي في الزباله علشان انت ما فكرتش في الريلايابيليتي وانت بتديفلوب، كنت عايز تخلص عشان تروح الجيم. لا يا باشا. بيقول لك even in non critical applications، فاهم؟ زي to do list او فوتو ابلكيشن، الناس بتعمل ابلود للصور بتاعتها، برضو لازم يبقى بنشتغل بنفس الانجينيرنج برنسبلز. بس الله، ماوس بطارية خلصت. بس. وبيقولك برضو انت طبعا يعني fair enough ان انت يعني احيانا كتيرة تقدر تعمل تضحيات في الريلابيليتي، علشان انت مثلا بتعمل developing لابلكيشن عارف ان هو ما فيهوش فلوس كتير، تمام؟ او انت لسه بتعمل مثلا بي او سي اللي هو بروف اوف كونسبت، بتعمل ديمو للابلكيشن. فبرضه انت ايه بتاخد شورت كاتس علشان تثبت بس ان الدنيا شغاله. ده كده كونسبت الريلابيليتي. الحمد لله خلصنا ايه اول نقطه بعد نص ساعه، فاهم؟ يعني حلم ال 40 دقيقه انتهى. مفيش مشكله يا عم، احنا ورانا ايه؟ انا ما وريش حاجه، انتوا ما وراكوش حاجه ان شاء الله. انا بس بحاول اعمل كده علشان ايه؟ برضو احنا بشر وما بنركزش يعني مدى الحياه، فاهم؟ ف بس قشطه يعني، برضو يعني الموضوع ده مهم. أه... يعني كده كده محدش بيتفرج عليا اساسا، فاهم؟ اللي هو يعني انا بقول ده لنفسي برضو يعني. scalability. تمام. even if a system is working reliably today, that doesn't mean it will necessarily work reliably in the future. One common reason for degradation is increased load. Perhaps the system has gone from 10,000 concurrent users to 100,000 or from 1 million to 10 million. تمام. فالسكيلابيليتي ده بيقول لك يعني تقدير السيستم ان هو يتعامل مع increased load، ايا كان اللود ده ايه. تمام. لو انت مثلا عامل ديزاين للسيستم مثلا في مالتي ثريدنج انفايرمنت، تمام،
وبتستخدم طبعا asynchronous programming. فانت اوريدي هنا تقدر تستخدم لود عالي، ويا سلام بقى لو سيستم شغال على مالتي كور، كل كور اكنه كمبيوتر لوحده، فتقدر تستحمل لود اعلى يعني. بس فبيقول لك السكيلابيليتي، يعني علشان تفكر في السكيلابيليتي لازم على طول تفكر في حاجه اسمها اللود بارامترز. دي في كلمه عظيمه جدا. بيقول لك كل سيستم وليه اللود بارامتر بتاعه. ممكن في سيستم يكون اللود بارامتر هو requests per second، ممكن يكون the ratio of reads to writes in a database، the number of simultaneously active users in a chat room لو انت الابلكيشن بتاعك ايه chatting، كم عدد اليوزرز اللي في الشات روم، the hit rate on a cache، الكاش اللي انت البتاع اللي انت عامل له كاش ده، الداتا دي بتجيت اكسس قد ايه or something else. كل سيستم وليه اللود بارامتر بتاعه. ولو انت مثلا حددت بقى اللود بارامترز بتاعتك، تبتدي تقول السيستم ده سكيلابل ولا مش سكيلابل. تمام. فهو هنا من الاخر يعني ايه، يعني فكره اساسا الشابتر دي برضو ان هو يخلي الشخص الديفيلوبر الانجينير في موقف بيفكر. هو هنا بيديك الاسئله والاجابات، بس من وجهه نظر عاليه كده، لا يا باشا بص في كميه الحاجات اللي انت محتاج تفكر فيها بهدوء بهدوء. يقول لك اللود بارامترز بتاعتي ايه، انا السيستم بتاعي ده، طب والله هو ايه اللي بيحدده، هو سيستم ريد هيفي ولا رايت هيفي. الناس بتجيب داتا، واحد مثلا عايز ايه فاهم، كل شويه بيغير البروفايل بيكتشر بتاعته فاهم، محتاجين نسيفها، ولا كل شويه بيعمل لوج ان على الفيسبوك علشان يشوف الصوره بتاعته، ده بيبقى هنا ريد. معظم السيستمز ريد هيفي، معظم السيستمز ريد هيفي. تويتر اللي هو ايه تويتر برضه ريد هيفي، عدد الناس اللي بتعمل تويته اقل بكتير من عدد الناس اللي بتقرا تويته. آه و... و... فانت اول لما تحدد بقى اللود بارامترز بتاعتك دي تقدر تقول احنا هنسكيل ازاي. تمام. والاكزامبل العظيم هنا اللي هو بيقوله بيعرض طبعا ايه سيتويشن يعني حصل في تويتر، ودي طبعا يا جدعان برضو قصه يعني الصراحه. يعني تويتر زمان في 2012، بص تويتر يعني الناس دايما لما تفكر في تويتر، اسال اي انجينير كده يقول لك يا نهار اسود تويتر فيسبوك فاهم، ان انت تبقى شغال في تويتر ده فاهم، تحط على لينكد لنا سوفت وير انجينير ات تويتر، كارثه فاهم. تنزل في الشارع كده واقسم بالله فاهم يجيبوا لك كل العصافير. تمام. تويتر بقى عمل ديزاين ديسيجن زبال في 2012 اللي هو مش بعيد يعني فاهم، برضه في 2012 تويتر كان تويتر يعني. عمل قرار سيء جدا. كان ايه القرار العظيم ده؟ كان القرار ده اه القرار ده كان بيقول لك، يعني قبل ما نقول هذا القرار خلينا في عجاله كده نقول ما هو تويتر اساسا. يعني فكره تويتر الاساسيه ايه اساسا؟ ان الناس بتعمل تويته والناس بتقرا التويته بس، وبيفولو بعض بقى. لو انت مثلا بتعمل لي فولو فانا لو عملت تويته انت هتقراها، والعكس صحيح. تمام. فهو سيستم طبعا يعني في اصله هو بابلشر سبسكرايبر باترن. بس هتعالج المشكله دي ازاي؟ هنا بقى ايه، هنا بقى إيه المصيبه اللي حصلت في 2012؟ كانوا عاملينها ازاي بقى الحوار ده، مع انه يعني ده قلب المشكله. بص عمل ده عملها اكنه اقسم بالله العظيم يعني بيعمل انترنشيب في جامعه فاهم يعني. عمل ايه؟ قال لك خلاص، قال لك والله لما حد يعمل بوست لتويته احنا هنروح على كل يوزر عامل له فولو. يعني مثلا ايه، توم كروز فاهم، كلنا مثلا عاملين له فولو مثلا، فلما توم كروز يعمل بوست لتويته السيرفر هيروح على كل يوزر عامل له فولو، ويروح قافش التويته دي حاططها في التايم لاين بتاعه، ويعمل ابديت للتايم لاين يعني اهيد اوف تايم، بحيث ان احنا بقى لما نخش على تويتر بقى ونروح ايه داخلين كده على فاهم التايم لاين بتاعنا نلاقي اوريدي التويته، مش محتاجين نستنى بقى حتى نص ثانيه فاهم، هي خلاص اتحسبت اهيد اوف تايم. طب ده مصيبه سودا يعني. يعني واحد مثلا توم كروز ده شخص مشهور، في زي توم كروز ده 50 مليون فاهم عندهم نفس عدد الفولورز،
فانت لكل واحد فيهم هيعمل تويته، والناس دي بتعمل تويتس بشكل كتير يعني، كل واحد من دول هتروح رايح على كل واحد في الفولورز وتعمل بري كومبيوتنج اهيد اوف تايم. طب افرض نص الفولورز دول اساسا ما بقوش يخشوا على تويتر، فانت كده عمال تعمل ويست للريسورسز بتاعتك على الفاضي. تمام. فدي اصلا يعني، وكانوا ايه بيقول لك هو ده الحل بتاعها يعني. كان كل مره واحد يعمل بوست لتويتر يروحوا ايه عاملين رن للايه للجوين ده، سيكوال ستيتمنت جوين، فاهم؟ في قلب تويتر ما شاء الله. ده الحل العبقري اللي عملوه يعني. انا اسف يا جماعه والله، انا بقول كده برضو من غلبي، عشان ايه الواحد دايما بيبقى فاكر الناس اللي في جوجل وبتاع بيعملوا بقى ايه سحر الصحراء، فلما بيكتشف كده برضو زي ما تقول ايه بتطبطب عليه يعني. فطبعا ده كان ايه مشكله جامده جدا، وقال لك يا نهار اسود ومنيل، عايزين بقى نعمل ايه حل تاني. فجم بقى في 2016، شفتها في حته 2016 دي والله. عملوا بقى ايه حل تاني. فقال لك بقى ايه يعني هنعمل حل بقى اللي هو ايه يعني يعتبر منطقي، ان لما واحد من المشاهير دول او اي حد يعمل تويته، احنا هنروح حاطينها كده اكنها ايه يعني، هنحطها في اري كده بتاع كل يوزر. مش هنحط التويته نفسها ولا هنعمل ابديت للتايم لاين ولا نيله، لا احنا هندي زي ما تقول اي دي كده بتاع التويته دي، هنحطه كده ايه في الاري مثلا بتاع ايه الفولورز، بحيث لما الفولور بقى الباشا العظيم ده يخش بقى ايه اونلاين، هنروح احنا بقى ساعتها لما يخش اونلاين ويبقى عايز التايم لاين يشوف التايم لاين، هنشوف احنا بقى ساعتها الاري ده ونعمل ابديت بقى للتايم لاين. كده احنا ايه وفرنا. وده برضو حل قعد حبة حلوين، لحد ما في الاخر خالص وزي ما العادة بتقول عملوا ابروتش في الاخر بيجمع ما بين الاتنين يعني. ابتدوا ايه قسموا، عملوا ثريشولد كده، يقول لك مثلا اي حد من الناس المشاهير يعني، او اي حد معمول له فولو من اكتر من مثلا معرفش الرقم يعني اكتر من 10000 شخص، هنخش الابروتش التاني اللي هو الحديث، واقل من كده الابروتش القديم اللي هو بيعمل ايه اهيد اوف تايم كومبيوتنج ده. بس ده من الامثله الجميله برضو اللي اتناقشت يعني. هنا بقى ايه describing performance بيقول لك بقى لما خلاص انت حددت اللود بارامترز بتاعتك اللي قلناها اللي هي عدد الريكوست بالثانيه ريد رايت ريشيو، لما تحدد اللود بارامترز بتاعتك ابتدي بقى ايه اختبرها، حطها تحت ايه ميكروسكوب، واختبرها بالسؤالين دول. اول سؤال، لما increase the load parameter and keep the system resources how is the performance of the system changed. لو انت مثلا اللود بارامتر بتاعك هو عدد الريكوست بير سكند، عليها بقى يعني اعمل سكريبت كده ايه بيديه 5000 ريكوست في السكند بقى، فاهم؟ ونفس السيستم ريسورسز هي نفس السي بي يو والميموري، شوف بقى البرفورمانس هيحصل له ايه يعني، هيتدمر بحجم عامل ازاي. و السؤال التاني بقى برضو لما تزود الرود بارامتر 5000 ريكوست في الثانيه، ما هي الريسورسز اللي انت محتاج تحطها في السيستم بحيث ان هو يرجع للبرفورمانس اللي انت متوقع. دول سؤالين محترمين جدا يعني. بس وبيقول لك بقى علشان تقيس يعني ايه البرفورمانس، كلمة مهمة جدا يا جدعان يعني، والناس اللي وصلت لهذا النقطة من الفيديو يا ريت يقولوا لي، علشان نقطة اقسم بالله بسمعها كل يوم الكلمة دي، ثروبوت. ثروبوت ده يعني اكنها بالظبط يعني زي ما تخيل معايا كده ايه بلاك بوكس، صندوق اسود بيخش له عدد ريكويستس في الثانية وبيخرج منه النتيجة من الناحية التانية. الثروبوت بقى هنا هو عدد اللي بيطلع على اللي بيخش في الثانية. تمام كده انت عندك ثروبوت، كل ما ده يبقى قريب من واحد، من رقم واحد، فكل ما ده يبقى عظيم جدا يعني. انت في الثانية الواحدة كل الريكوست اللي بتجيلك ايه بتطلعها ريسبونس، فده شيء مش وحش خالص يعني. فده كلام. وطبعا يعني هو الثروبوت ده من الاخر هو ده اللي بيقيس البرفورمانس بتاعك. لو انت مثلا جاي لك 2 ريكويستس وطلع لك واحد بعد ثانيه فده مصيبه سودا.
فانت عندك واحد على ايه، فانت عندك 50%، الثروبوت بتاعك 50% ما شاء الله، فاهم؟ انت كده ايه، تروح زي ما تقول ايه، يعني تاخد مثلا ايه، مهدئات مثلا او حاجه. تمام. آه، مش important is the service. بيقول لك بقى في الاونلاين سيستم، في الابلكيشن، في السيرفرز، المهم بقى، مهم جدا حاجه اسمها الريسبونس تايم. الريسبونس تايم ده من وجهه نظر الكلاينت، الراجل الفرونت اند. الراجل الفرونت اند هو بيبعت ريكوست ومستني ريسبونس، واول ما بيبعت ريكوست هو بيعد ستوب واتش. ده الريسبونس تايم. بعت ريكوست، الريسبونس جاله في قد ايه؟ بعد 3 ثواني يبقى الريسبونس تايم 3 ثواني. ده مصيبه سودا، ده كارثه. 3 ثواني ده يا جدعان، يعني خلينا نفتكر ان سرعه الكهرباء في الاسلاك، او سرعه الضوء، هي 300 الف كيلو في الثانيه. في الثانيه الواحده 300 الف كيلو بيجري، فاهم؟ وفي نفس الوقت السي بي يو الحديث دلوقتي هو بيعرف يبروسيس ويتعامل مع 3 مليار عمليه في الثانيه. 3 مليار، فان انت الريسبونس تايم بتاعك يبقى مثلا ايه، ثانيتين، فده مصيبه يعني. هو طبعا الوقت اللي بيتاخد ما بين الريكوست والريسبونس هو مش فقط بيبقى عمليات بتتعمل على الكمبيوتر، لا ده في حاجات كتير. يعني في مثلا النتورك ديلي. النتورك ديلي، انت لما بتبعت، ما هي الريكوست ده بيروح فين؟ بيروح بقى، فاهم؟ يروح مطرح ما يروح بقى، فاهم؟ ده بينزل بقى في اسلاك، ويروح بقى على ابراج اتصالات، وينزل ممكن يروح تحت المحيط، يمشي في الاسلاك، ويروح على السيرفر اللي في امريكا، ويستنى بقى دوره لغايه ما يخش السيستم ويبتدي يتعامل معاه، ويرجع لك تاني. فانت عندك نتورك ديلي، فاهم؟ ممكن يكون عندك ايه، ممكن يكون عندك كيوينج ديلي. يعني لما ريكوست بيروح بيستنى في كيو عشان في ريكوست ثانيه بيتعمل له هاندلنج، فهنا ده برضو مشكله في الثروبوت بقى. تمام. فبيقول لك الريسبونس تايم هو بيساوي الليتنسي بلس البروسيسنج تايم. الليتنسي دي اللي هو الوقت اللي بيتاخد لغايه اما الريكوست يبتدي يخش السيستم، والبروسيسنج تايم بقى هو اللي دخل السيستم وايه، وبيشتغل معاه. بس فبيقول لك المين مترك يعني في العمليه دي هو الريسبونس تايم، وبيبتدي يتكلم بقى اللي احنا لسه قايلينه، الليتنسي والريسبونس تايم. كلام يا جدعان عظيم يعني والله، الواحد بيتعلم حاجات كتير. ريسبونس تايم فاري الوت. فبيقول لك يعني ايه، بيتكلم هنا بقى على ريسبونس تايم ان ديتيلز، وان هو ايه، هو ديستريبيوشن، علشان مش كل الفاليوز زي بعض. انا لو بعت ريكوست دلوقتي ممكن يخلص في نص ثانيه، لو بعته بعديها بثانيه ممكن يخلص في 3 ثواني يعني، فاهم؟ عشان برضو ايه، علشان الكلام اللي قلناه يعني. بس فبيقول لك علشان بقى تقيس الريسبونس تايم، انت ما تقيسوش من ريكوست ولا اتنين، لا انت هتقيسه كديستريبيوشن. شوف كل ده ريسبونس تايم. بص العظيم ده، فاهم؟ ده مش عارف ده قعد ساعه ده ولا ايه، فاهم؟ بس وتجيب الافريج. ده مترك الافريج ده فاليو حلو، بس الاحلى منها بقى هو الميديان. هو ده اللي بيقوله بعد كده. الميديان ده من الاخر ان انت تجيب ايه، ريكوستس مثلا حصلت في اخر 10 دقائق، وتروح عامل لها سورتنج من الصغير للكبير. اصغر ريكوست تايم للباشا اللي خد ساعه. والفاليو بقى اللي في النص، انت بعد ما تعمل لها سورتنج، في بقى ايه، واحده في النص بالظبط، اللي في النص دي اسمها الميديان. ده ايه الميديان؟ اللي هو بي 50 برسنتايل. كده انت بتقيس بقى برسنتايل، مش ايه، مش افريج ولا برسنتج، لا برسنتايل. مهم جدا. و وبرضه بتعرف تقيس ال 99th برسنتايل، اللي هي الواحده اللي هي قبل الاخيره، اللي هم 100 مثلا، فاللي هي 99 دي هي بقى ال 99th برسنتايل. لو طبعا اكتر من 100 هتبتدي ايه، تعمل عمليه حسابيه كده ايه ب 3 جنيه عشان تجيب ال 99th برسنتايل. ده مهم جدا ان انت تبقى عارف ال 50 وال 99th، علشان تقدر تقول مثلا للمستخدمين بتوعك احنا واثقين بنسبة 99% ان اي ريكوست هيحصل لها بروسيسنج في اقل من ثانية مثلا. ده بيسموه سيرفيس ليفل اجريمنت. لو اكتر من ثانية يقضوك مصيبة سودا، يقضوك. يقول لك يا باشا احنا معتمدين على السيستم بتاعكم، عاملين سبسكريبشن وبندفع فلوس، والريكوست بتاخد اكتر من ثانية، ده مش الاتفاق. انت قايل لنا 99th. فالراجل هنا بقى يبتدي يقول ايه، انا ما قلتش 100، فاهم؟ انا ف بس بيناقش بقى هو الكلام ده، فاهم؟ بي 50 ان هي 50% وال 95 وال 99 بيرسنتايل يا جدعان.
اجين هي مش برسنتج مع انها نفس النيتشر يعني، بس وهو بيتكلم بقى سيرفر ليفل اجريمنت، وبيقول تفاصيل جميله يعني. بيقول لك ان امازون لاحظت ان 100 ملي سكند، يعني واحد على 10 من الثانيه انكريز في الريسبونس تايم. يعني الريسبونس تايم بياخد 1/10 من الثانيه بس يزيد على اليوزر، السيلز بتاعت امازون بتقل 1%. فاهم؟ انت متخيل؟ واحد من 10 من الثانيه بيقلل له 1% من فلوس امازون، اللي هي مثلا فاهم امازون ده لو بيجيب مثلا فاهم 3 مليار، فاهم؟ ففي 300 مليون دولار ضايعين علشان 1/10 من الثانيه زياده. حاجات بقى كده معجزات يعني. سوري، ايه 30 300 ايه 30 مليون دولار. تمام. As a server can only process a number of things in parallel by its CPU cores. It only takes a small number of slow requests to hold up processing control fix known as headline blocking. هي دي اللقطة اللي احنا قلناها ان يبقى ايه، ممكن يكون في queuing issue. الريكوست راح ولقى كيو ففضل واقف فيه، ده يزود طبعا ايه الريسبونس تايم. تمام. Effect artificial keeping the queue shorter and tested it be in reality which skews the measurement. طبعا بيقول لك بقى ايه، ان انت لو عايز تقيس الريسبونس تايم بتاع السيستم لازم تقيسه اكنه في الحقيقه بالظبط. يعني ما ينفعش، ده هو اللي هنا بيقوله، يعني ما ينفعش تبعت ريكوست وتستناه يخلص وبعدين تبعت اللي بعده. لا يا باشا، لو عايز تقيس بجد انت تبعت كل مره واحده، علشان لو هيبقى في كيو، لو هيقفوا بقى في ايه، في طابور، يقفوا في طابور، ما هم هيقفوا في طابور في الحقيقه. ولو ما عملتش كده هيبقى في سكيوز في الميجرمنت. تمام. بس هنا بيقول لك بقى تحسب البرسنتايلز ازاي، وفي الجوريزمز ممكن تحسبها لك بابروكسيميشن. لو مش عايز تحسبها بقى اللي هي الطريقه التقليديه ان انت تعمل سورت وتجيب بقى اللي في النص تقول ده ال 50. يعني كلام برضو كده ايه جميل يعني. آه وهنا طبعا بيكلمك على ايه، زي ما تقول ايه heterogeneous system. heterogeneous system ده يعني سيستم بيشتغل مع بعضه كله علشان ينتج منتج يعني واحد. آه بس وهنا بيديك بقى ايه approaches طبعا تتعامل بيها مع high load. بس بيقول لك كلام يعني اللي هو ما يعني يتفهم بشكل طبيعي يعني. ان لو في سيستم مصمم ان هو يتحمل لود واحد معين، اللي هو مثلا ايه هاي ريد سيستم، عنده هاي ريد، الناس بتشوف البروفايل بيكتشر بتاعتها مثلا كتير، هو مش سهل بقى يتعامل مع ايه different kinds of load. هاي رايت مثلا الناس بتكتب بقى كتير، فكل سيستم وليه ايه وليه حكايته طبعا. وكل لما اللود بيزيد انت محتاج برضو تفكر بقى rethink your architecture، تفكر تاني في الديزاين بتاعك. وطبعا بقى هنا ايه، طبعا الشباب بتوع الانفراستراكشر يعني ايه الكلام ده خدوه مثلا في انفراستراكشر 101 طبعا. يعني انا ما اعرفش اي حاجه عن انفراستراكشر، بس يعني حتى انا عارف الكلام ده. بيقول لك علشان تقدر تعمل سكيل للسيستم انت عندك خيار من اتنين، يا تعمل هوريزونتال سكيلينج او فيرتيكال سكيلينج. بيسموها سكيلينج اوت او سكيلينج اب. سكيلينج اب وسكيلينج اوت، اللي هو ده الهوريزونتال طبعا وده الفيرتيكال. ف سكيلينج هوريزونتالي ده ان انت بتحط اجهزه زياده. سكيلينج فيرتيكالي فانت اكنك اللي هو الجهاز بتاعك اهو بتسكيله فيرتيكالي، يعني بتزود الريسورسز اللي فيه، بتعلي الميموري، بتعلي السي بي يو، وهذا بتعلي الجي بي يو لو انت يعني راجل بقى فنان جدا، وهذا الكلام. فمعظم الناس بتعمل سكيلينج ايه اوت، سكيلينج هوريزونتالي. يقول لك يا باشا انا ماشي، انا هعمل سكيلينج فيرتيكالي وجميل جدا طبعا ان انا اخلي السيستم بتاعي لوكالي كده ايه بريزيرفد، كله موجود كده في جهاز واحد فاهم بيعمل كل حاجه، بس ده غالي. انا لو انا هشتري جهاز من على امازون، هقول لامازون مثلا والله انا عايزك تحط السيستم بتاعي ده على جهاز بقى سوفيستيكيتد بقى فاهم 2025 حاجه ايه لانج، هيقول لك حلو جدا يا باشا اتفضل اتفضل فاهم $1000 في الثانيه فاهم ايه ليه فاهم.
فطب خلاص، طب انا لو حطيتها بقى على 4 اجهزه تعبانين شويه، $25 فاهم. طب جميل. فالعمليه طبعا هنا بيخش بقى البيزنس بقى والفلوس والكلام ده كله. يقول لك ان انت تعمل سكيلينج اوت ده بريفيرد في معظم الاحيان ما عدا داتابيز. ودي قصه بقى ايه، كونيه، ان شاء الله نتكلم عنها في الشابتر اللي جاي. انت لو عايز تحط الداتابيز بتاعتك على كذا جهاز، ممكن تعمل لها ريبليكيشن، يعني تبقى هي نفس الداتا موجوده هنا وموجوده هنا، ده مفيش مشكله. وتحطه قدامه زي ما تقول ايه، تحطه قدامه حاجه زي لود بالانسر او اوركستريتور، بيعمل فورورد بقى للريكوست هنا وهنا. بس انت عندك خازوق، انت محتاج في كل الاوقات تخلي الداتا سينكرونس في الداتا بيسز الاثنين دول طول الوقت. فانت طول الوقت بتتشيك، انا عملت هنا مره لازم اعملها هنا، لو عملت هنا لازم اعملها هنا. فانت اتعليت ايه طيب؟ ما انت لو بتكتب هنا بتكتب هنا، فاهم؟ اي نعم، انت حليت مشكله الريد، تقرا من هنا مره وتقرا من هنا مره، مفيش مشكله. بس الرايت، ولو هتحلها بقى بطريقه سوفيستيكيتد برضه، ده هيدخلك في مشاكل تانية بقى. يقول لك مثلا طب انا هعمل بقى ايه السنكرونايزيشن ده الساعه 4 الفجر، فاهم؟ الناس كلها طب ما انت عندك برضه يوزرز في الصين، فاهم؟ 4 الفجر بالنسبه لهم ده يا باشا الساعه 1، ده بيزنس داي، ده هو هنا فاهم بيعمل الهيفي ليفتنج وكله. فبتبقى دخلت في قصه تانية كده. ولو هتعمل لها كداتا بيز، هتعمل لها برضه ديستريبيوشن على كازين داتا بقى وايز، اللي هو تحط نص الداتا هنا ونص الداتا هنا، خلاص انت ما خلصت بقى من مشكله السنكرونايزيشن دي. طبعا بقى دي قصة تانية خالص بقى، دي قصة تانية خالص. انت ممكن يكون عندك داتا ديبندنسي، في داتا من هنا بتعتمد على داتا من هنا. فانت عشان تعمل عملية حسابية بتروح واخد الداتا من هنا وتروح بقى مش عارف إيه. والابلكيشن دوت بقى، هو الابلكيشن كود هو بقى المايسترو، يجيب من هنا ويستنى ده ويجيب من هنا ويروح بقى عامل لهم فورك، فاهم؟ وتك ويروح ده برضه بمشاكل. وفي بقى يعني ناس عمالقة بيتعاملوا مع هذه المشاكل. سيستم مثلا زي ايه، زي سبارك ولا هدوب على ما افتكر، ماب ريديوس بيتعامل مع هذه المشاكل. يعني في ناس بتقضي الكارير بتاعها كله ان هي تحاول تحل النوع ده من المشاكل يعني. فبيقول لك بقى هنا في الداتابيز هو يفضل ان انت تخلي الداتابيز بتاعتك بقى ايه، هي في سيستم واحد كلها، وتفضل تعلي بقى في الريسورس. هتدفع فلوس كتير بس ده يا باشا اكل عيشك، الداتا هي اكل عيشك. بس بيقول لك بقى في سيستمز تانية بقى، الاستيك. الاستيك دي اللي هو كانك معاك استيك، فاهم؟ وبتشده كده الاستيك، فاهم؟ اللي هو ايه كده، وتروح سايبه يروح راجع تاني وتروح ماسكه. فليكسبل، لما يبقى اللود عالي هو من لوحده كده بيعلي بيعمل سكيلينج اوت وسكيلينج اب على حسب ما انت مبرمجه. ولو اللود واطي فده يوفر لك فلوس. تمام. هنا بقى إيه الكلام بيشرح بقى ايه اللقطة دي يعني. ف مش هنخش فيها بالتفاصيل يعني. وبعدين بيخش بقى في اخر ايه كونسبت عظيم جدا، هو المينتينابيليتي. المينتينابيليتي زي ما قلنا في الاول، هو it's well known that the majority of the cost of software is not in its initial development but in its ongoing maintenance, fixing bugs, keeping its system operational, DevOps, فاهم؟ Investigating failures, adapting to new platform, modifying, repaying technical debt، فاهم؟ عملت ايه، خدت قرار ايه متخلف عقليا في الماضي، فتيجي بقى في الحاضر تروح ايه طالع للبي او كده ايه وتقول له انا اسف، وتدعي ان هو ما يكونش فاكر. وتقول له احنا في حاجة عايزين نشتغل عليها. يقول لك ايه، يقول لك طب خلاص اتفضل الحمد لله، فاهم؟ في بي اوس تانية بقى تقول له كده، يقول لك طب ما انت مش عارف ايه، تقول له والله يا فندم اصل ما كنا لسه، فاهم؟ ماشي. ف كل ده بيبين قد ايه السيستم مينتينابل، وطبعا بيبين قد ايه experienced الديفلوبرز اللي بيشتغلوا على السيستم آه... تمام. بس فهو هنا برضو بيشرح هذا الكلام، وبيدي بقى 3 aspects 3 design principles for maintainability in software systems. هي ال operability, simplicity, evolvability. operability اللي هي ان السيستم سهل للديفوبس. الشباب اللي شغالين ديف اوبس ما لهمش اي علاقه بالابلكيشن اللي انت كاتبه، والله ما يفهموش كلمه فيه، فاهم؟ هم يا باشا عايزين ايه، الانترفيس كده حاجه كده، حاجات بقى نقط كده يخشوا بس منها، يركبوا ايه، يركبوا الاسلاك بتاعتهم، فاهم؟ بس بيشتغل ازاي وما لهمش فيه. فهم لو هيركبوا الاسلاك بتاعتهم سهل، المونيتورنج تولز
فاهم؟ والديبلويمنت تولز والاناليسيس تولز، ويحطوا بقى ايه اللي هي السيستم بتاعه يعني. لو هيحطه بشكل سهل فهو هنا يقول لك الديفلوبرز دول حلوين جدا. السيستم بتاعهم عنده هاي اوبرابيليتي ستاتس. تمام. ثانيا هو simplicity، قد ايه السيستم سهل للشباب الجداد. وانت بتعمل ديزاين للسيستم كده، هل بقى كنت اللي هو ايه، انا عايز اتعلم حاجه جديده، طب هي البروجرامينج لانجوج دي ايه ده، ايه الفيتشر دي، ايه فانكشن اكستنشن، فانكشنال بروجرامنج، اوبا لا انا عايز اتعلم ده واحطه بقى في البتاع، وانت مش فاهم، فتروح عامل بقى ايه كارثه كده، فاهم؟ هتحل المشكله بس انت الوحيد اللي فاهمها. يعني فاهم، انت لو عييت فاهم الناس هتستناك. يعني فاهم، في عامه ناس تفكر كده، ما بهزرش. بس دي بقى الناس اللي هي وصلت للليفل، يعني اللي بتنجح معاهم الاستراتيجيه دي، هي الناس اللي وصلت لليفل عالي قوي. يقول لك انا هعمل خازوق محدش هيعرف اساسا يكلمني فيه، يعني انا هعملها وهعرف اشرحها وهعرف اقولها ومحدش هيقول لي حاجه، هيقول لي دي حديثه جدا والبرفورمانس هيبقى عالي وهتحسن في الريسبونس تايم وهتبقى حاجه الناس هتنبهر، بس انا لو مشيت محدش هيفهمها عشان هي صعبه بقى جدا. فاهم؟ ده اللي هو الخبره جدا بقى والمش عارف ايه وسايكوباث بقى، فاهم؟ اللي هو عايز ايه، عايز يستفاد اكبر استفاده. وعلى الصعيد الاخر ممكن برضو حد يعملها بيجنر بقى خالص، هو مش في دماغه كل الكلام ده ومش عارف ايه العواقب اللي ممكن تحصل، ولما يغيب فعلا الدنيا تقوم وما تقعدش، ولما يرجع يبهدلوه وهو ما يعرفش يشرح هو عمل كده ليه، وما يقنعش اي حد بالطريقه اللي هو عملها. دي مصيبه سودا، مصيبه سودا. طبعا الواحد ايه يعني وقعت في الكلام ده كتير يعني، للاسف لسه الحمد لله ما وصلتش لحته السايكوباث، بس غلطه البيجنرز دي عملتها يعني. ايفولفابيليتي ايه، ان انت تخلي السيستم برضو تعمله الابستراكشنز اللي هو الانترفيس بقى، فاهم؟ الابستراكت كلاس والانهيرتنس، تعمل بقى الكونسبت دي ديزاين باترنز. طبعا أنا مش مصدق اساسا في الديزاين باترنز مصدق في فهم الديزاين باترنز، بس ان انت تبقى حافظها كده دي حاجه يعني مش حلوه خالص على المستوى البعيد. ان انت بقى تديزاين السيستمز كده بشكل حلو، بحيث ان لما نيجي ناس جديده وعايزه تعمل له اكستنشن، يعني جالهم فيتشرز جديده وعايزين يطوروا السيستم، يعرفوا يطوروه سهل، يفهموه سهل، هو سيمبل وفي نفس الوقت ايفولفابل، يعرفوا يطوروه. هو مش لوكت، مش خلاص اللي هو لو هيغيروا مثلا حاجه الدنيا الشمال هيضرب، فاهم؟ لو زودت بارامتر، فاهم؟ الفرونت اند مش، ده طبعا مشاكل يعني. بس فبيشرح لك بقى هنا الاوبرابيلتي، يعني الكلام اللي احنا قلناه اللي هو شغل الديف اوبس، بيعمل مونيتورنج، tracking down the cause of problems, keeping software and platforms up to date, security patches، فاهم؟ anticipating future problems before they occur. يعني هو طبعا شغل developers و DevOps يعني، طبعا التاسكات اللي هو بيقولها طبعا. perform complex maintenance tasks from one platform to another، ده طبعا DevOps صرف، يجيبها من على لينكس مثلا يحطها على ويندوز. maintainability security، كل الكلام العظيم ده يعني. Good operability means making routine tasks easy, allowing the operation team to focus their effort on high value activities. Data systems can do various things to make routine tasks easy, including طبعا good documentation، هيساعد طبعا ايه الناس تفهم الدنيا ماشيه ازاي. visibility into the runtime behavior، طبعا ده اللي هي الاناليسيس بقى، يعني السيستم شغال ازاي وهو في الران تايم وهو اب كده، بيجي له كام ريكويست، الريسبونس تايم، اللود بارامترز يقدر يحددها، فيديك انسايتس بقى السيستم بيتعامل ازاي بقى مع اليوزرز. هنا بقى ايه، خلاص يا باشا انت هنا بقى في ارض المعركه، فاهم؟ الاستراتيجيه اللي انت خططت لها السنين اللي فاتت دول اتطبقت ازاي في الواقع. providing good support for automation and integration، طبعا اللي هي بيسموها بقى CI/CD pipelines، continuous integration continuous deployment وحاجات بقى عظيمه كده. سيلف هيلينج، السيستم سيلف هيلينج دي يعني الصفه دي لو موجوده في السيستم، الراجل الاركتكت او البرودكت اونر بيسمع دي بيجي له نشوه كده، يقول لك سيستم سيلف هيلينج، هو بيتخيل، فاهم؟ اللي هو ايه، بيتعور فاهم بيروح يعالج نفسه بتاع، لا هو بيبقى عندك اف كونديشن لو حصل كذا اعمل كذا، ايلس اعمل كذا، هو جاي سيلف هيلينج، فاهم؟
آه، exhibiting predictable behavior طبعا. طبعا consistent، طبعا دي اهم حاجه يعني في الكون يعني، ان الاسامبشنز اللي محطوطه على السيستم هي اللي بتتحقق، مش اللي هو مثلا تبقى متوقع ان انت ايه مثلا، فاهم اللي هو ايه يعني، هتروح حاطط صورتك وتروح شايف صورتك، لا تحط صورتك تشوف مثلا صورة صاحبك، فاهم. فطب يا جماعه تروح مكلم فيسبوك مثلا يقول لك اه ما كدبة ابريل مثلا، فاهم، يقول لك إيه، طب ما يا عم احنا في مايو، يقول لك اه ما احنا اصل احنا في امريكا، فاهم اللي هو ايه ده ده unpredictable answer برضه. فهنا بقى نخش على نقطة تانية simplicity اللي هي managing complexity. السيستم سهل، سهل. بص دي ما يعني افتكر ايه مش محتاجين نتكلم عليها كتير، ان السيستم سهل ده اللي هو الديزاين حلو، variable names كويسة، الفانكشنز scoped appropriately، يعني كل فانكشن هي بتعمل التاسكايه، فاهم. هنا بقى بيقول لك في كلام كتير قوي اتكلموا فيه على الكومبلكسيتي وما معناها، وفاهم ان انت يبقى عندك بقى تايت كابلنج بقى، فاهم، inconsistent naming الفاريبل naming مش عارف ايه. بيقول لك برضو في ترم جميل قوي ما اسمه accidental complexity. ده اللي هو الكومبلكسيتي اللي بتنتج عن الامبلمنتيشن مش الديزاين. يعني بيحصل طبعا بشكل مش قليل ان الديفلوبمنت تيم يتكلم على حل لمشكله، كلام شباب واقف بيتكلم وبنقول كلام عظيم جدا، خلاص وحددنا المشكله وحددنا الحل، مين بقى هيشتغل عليها؟ العبد لله. فاروح مبوظ بقى الدنيا كلها، فاهم. فيقول لك ايه يا عم، طب ما احنا قلنا، ما هي بتعمل اللي احنا قلناه، ايوه بس مش كده، فاهم. فهنا ده يقول لك اه لا ده اكستندال كومبلكسيتي، فاهم. ده ايه يعني تعقيد كده بس عشان ايه يعني عندنا واحد فاهم من ايه دولة عالم ثالث فلسه إيه عايزين نقومه يعني. اعذروني يا جماعة انا طبعا ايه يعني بحب ايه اقول هذا النوع من الافيهات علشان برضو ايه الواحد ما يعني ولا يتغر ولا يفتكر ولا مش عارف ايه، ويحافظ برضو ايه على على طفولته يعني. بيقول لك بقى ايه one of the best tools we have for removing accidental complexity is abstraction. انت لو السيستم بتاعك designed in a nice abstracted way خلاص، فانت ان شاء الله باذن الله إيه لو حصل complexity هتبقى في حته بقى بيسموها ايه local localized، حته صغيره كده تعرف ايه، فاهم. يجي واحد سينيور كده يروح لدغك على قفاك ويحللها، فاهم، خلاص ربع يوم مفيش مشكله خالص. تمام. هنا بقى بيتكلم على الابستراكشنز بقى ايه يعني from an abstracted sense، فاهم، بيقول لك احنا كل حاجه بنعملها في الحياه هي abstracted. انت جافا مثلا، فاهم، هو بيخفي ال يعني باينري اكسكيوشن او باينري انستراكشن اكسكيوشن والهاردوير ديتيلز يعني. فطبعا سيكوال هو ابستراكشن بيخفي ازاي بتتعامل مع الداتا اون ديسك وهكذا. بس والايفولفابيليتي بيقول لك لو الريكويرمنتس اتغيرت تقدر ايه تقدر تأدبت، تمام. وبيقول لك طبعا دلوقتي في عالم السوفت وير الاورجنايزيشنال بروسيسز الاساسيه هي الاجايل وركينج باترنز اللي هو ايه دايناميك، فاهم، فاست اتريتيف سايكلز. عشان كده يقول لك سبرنت. السبرنت هو iteration اكنك في فور لوب بالظبط، وانت في بتعمل ديفلوبمنت سوفت وير انت داخل جوه وايل لوب، فاهم، او فور لوب. يعني خلينا فور لوب علشان بيبقى مثلا ايه التعاقد مثلا على 20 سبرنت، فاهم. فانت كل لفه في السبرنت بتعمل بقى تاسكات وستوريز وريفيو مش عارف بير بروجرامينج ودiscussions وبتاع، دي تروح طالع تاني اعمل بقى ايه السبرنت ريفيو مع البرودكت اونر، توري له انت عملت ايه في اللوب اللي فاتت وتروح داخل تاني. ده الاجايل. فسريع، فسريع تعرف تلاقي مشكلات بسرعه، تعرف تعمل ديبلويمنت بسرعه. فعظيم طبعا يعني. ف... آه، هو ايه بيقول ايه مش فاهم.
ماشي. طيب ما هو بيقول لك يعني الاجيليتي a couple of source code files within the same application. Agile techniques focus on a fairly small local scale. In this book we search for ways of increasing agility. تمام، يعني هو هنا عايز ياخد الاجيليتي ويرفعها فوق، بس مش فاهم يعني for example how would you refactor to architecture يعني. تمام، فهو هنا بيقول لك طب احنا في انهي نقطة بس عشان يبقى فاهم evolvability. تمام ماشي. بس هنا هو بيدي كيس يعني ان السيستم مش evolved بشكل كويس، فبيقول لك ماشي هو خلاص السيستم دلوقتي بايظ، هي بايظه خالص، انت عايز تعمل ريفاكتورنج بقى، فاهم، ريديزاين بقى ومش عارف ايه. فبيقول لك في بقى اجايل تكنيكس، حاجات بقى تانية هو مش هيتكلم عليها غالبا في الكتاب ده، برضو ايه شويه برنسبلز كده تستخدمها بحيث ان انت تبقى تعرف تعمل ايفولف لسيستم ما بيتطورش. طبعا هنا بيربط لك طبعا ان انت ايه لو عايز تخلي السيستم بتاعك highly evolvable is closely linked to its simplicity and its abstractions. Simple and easy to understand systems are usually easier to modify than complex ones. But since this is such an important idea, we will use a different word to refer to agility on a data system term level, evolvability. تمام، بس الحمد لله summary. احنا ممكن نقرا summary بقى. In this chapter, we have explored some fundamental ways of thinking about data-intensive applications. These principles will guide us through the rest of the book, where we dive into deep technical detail. لا خلي بالك انا ايه، انا راجل خريج جي يو سي فاهم، فانا يعني الانجليش بتاعي يعني لا بعد اذنك يعني. An application has to meet various requirements in order to be useful. There are functional requirements اللي هي الحاجات بقى اللي هي ايه التكنيكال، فاهم، اللي هو يعني هيعمل ايه السيستم ده ومش هيعمل ايه، والتكنولوجيز اللي احنا بنستخدمها سيكوال ولا نو سيكوال، دي functional requirements. What it should do, such as allowing data to be stored, retrieved, searched and processed in various ways. And some non-functional requirements وده اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده. General properties like security, reliability, compliance, scalability, compatibility, and maintainability. In this chapter we discussed كلام العظيم ده. Reliability means making systems work correctly even when faults occur. Faults can be in hardware, software, and humans. Making fault tolerance techniques can hide certain types of faults from the end user. طبعا. Scalability means having strategies for keeping performance good, even when load increases. In order to discuss scalability, we first need ways of describing load and performance quantitatively. We briefly looked at uh, Twitter's home timelines as an example of describing load, and response time percentiles as a way of measuring performance. تمام. In a scalable system, you can add processing capacity in order to remain reliable under high load. تمام. You can add processing capacity in order to remain reliable under high load. طبعا تعمل بقى اللي هي scale out ولا scale up. Maintainability has many facets, but in essence, it's about making life better for the engineering and operations terms who need to work with the system. Good abstractions can help reduce complexity and make the system easier to modify and adapt for new use cases. Good operability means having good visibility into the system's health and having effective ways of managing it. تمام. يعني هي maintainability انت عايز تخلي الحياة سهلة على الفريق، التيم اللي شغال، سواء تيم الديفلوبمنت او تيم الاوبريشنز. جود ابستراكشنز بتساعدك جدا في الموضوع ده، وان انت يبقى عندك جود اوبرابيلتي مونيتورنج واناليسيس مين وديبلويمنت culture means having good visibility into the system's health and having effective ways of managing it. There is unfortunately no easy fix for making applications reliable, scalable or maintainable. الموضوع مش سهل يا جماعة. احنا بنحاول نتكلم هنا عشان نديك كل التولز، المقص والشاكوش، عشان تقرر انت تستخدم ايه امتى عشان تخلي الابلكيشنز يا اما reliable, scalable or maintainable. However, there are certain patterns and techniques that keep reappearing in different kinds of applications. وهي الباترنز دي، النمط والتكنيكس دي اللي بيستخدموها فيسبوك وانستجرام
ومش عارف اي بي ام وتسلا، دول كلهم احنا هنجمعهم هنا في الكتاب ونديهولك على طبق من ذهب. In the next few chapters, we will take a look at some examples of data systems and analyze how they work towards those goals. Later in the book, in part 3, we will look at patterns for systems that consist of several components working together, such as the one in figure 1 to 1. يعني هنشوف برضو patterns زي ما شفنا في تويتر. بس فاحنا هنا الحمد لله خلصنا هذا ال references، وإن شاء الله المرة الجاية نخش في chapter 2. فأمان الله.